الله عز وجل تولى حفظ كتابه وتولى تعليمه كما استفتحنا بالآية الكريمة. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الروضة روضة خير وروضة بركة وروضة قرآن كريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فتيمنا بهذا أن ينزل الله عز وجل القرآن ويعلمه في قلوب أولادنا ممن يدرسون في هذا الصرح العظيم إن شاء الله. تأسيس هذه المدرسة القرآنية المسماة على السلحاج صهالة، هذا هو مجاهد في الحقيقة، هو إنسان مساهم، إنسان ركيزة هذا المسجد وهذه المدرسة، هو الذي ساهم في بنائها وساهم في تأسيسها. هذه المدرسة انطلقت في ماي 2024 والحمد لله قد تجهزت وقد تمت كل المرافق، تمت في ظرف وجيز. فتحت هذه بمناسبة قدوم شهر القرآن، ودائما الحمد لله السلطات المعنية سواء الهيئة المشرفة هيئة الشؤون الدينية والأوقاف سواء كل الهيئات المسؤولين دائما عندما يقبل شهر رمضان الناس كلها تقف وقفة رجل واحد بالمساهمة الفعالة بالمشاركة بالوقوف. هذا إن شاء الله يحيي فينا روح التضامن، روح التكافل، روح التعاون، روح الأخوة. الشكر كذلك موصول للسيد مدير الشؤون الدينية والأوقاف على أن كلفنا بإدخال هذا المرفق الحيوي حيز التنفيذ من هذا اليوم. نفتتح هذا صرح قرآن عظيم، والتحية إلى من سهروا على هذا الإنجاز، والاحترام والتقدير إلى شيخنا الذي مول هذا المسجد وهذه الملحقات. الشكر لكل من ساهم من بعيد أو قريب.